ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يومكم كده كله طاقة ايجابية. زي ما انتوا شايفين طبعا اللحمة ديت اللي بالبيت بجد جبارة. انا ولادي والله فكروها اللي انا جايباها من مطعم من كتر شكلها وجمالها وطعمها اللي يجنن. بجد جميلة جدا وعملناها بطريقة بسيطة جدا. وكل الكمية اللي انتوا شايفينها دي بنص كيلو من اللحمة المفرومة. وحطينا مكون واحد كده ما شاء الله هيفرط فيها يعني سوري هيفرق فيها جدا. وهيزودها وهيخلي طعمها غني جدا وطعمها حلو قوي. وهتعجب عيالي كل هيدوقها مش هيعرف خالص اللي انت حاطه فيها المكون ده. وهيتوقع ان انت عاملاها بلحمه صافي. بجد جباره ومشبعه جدا وطعمها حلو قوي. والله احنا ظلمنا البطاطس دي امبارح لما عملناها جنبها. عملنا جنبها عملت جنبها كده طحينه وبطاطس محمره بجد جباره. انا قلت للعيال قلت لهم انا ظلمت البطاطس دي لانها فعلا اتبقت. احنا اكلنا طبعا اللحمه في العيش فشبعنا. فاتبقى بقى شويه بطاطس مع الطحينه بجد جباره يا جماعه. بجد الولاد اتجننوا عليها. قالوا لي لا يا ماما بجد لازم تعملها لنا تاني انها فعلا عجبتنا. طبعا انا كل فتره كبيره بعملها لهم بيقعدوا يتحايلوا عليا لاني دايما بنسى الاكله دي. زي ما انتوا شايفين بجد بسيطه وسهله قوي. يلا بينا نشوف الطريقه على طول يا امارات يا حلوين. اول حاجه معايا كده نص مج من موجود في كل بيت. برغل ده بيتباع عند العطارين يا جماعه او في منه اكياس في السوبر ماركت. طبعا في الاكياس بيبقى متنقي ونضيف. السايب بيبقى فيه شويه حاجات كده مش نضيفه بتنقيه طبعا كويس. وبعد كده طبعا بتاخدي النص مج دوت من البرغل وبتنقعيه كده في ميه من حنفيه عادي خالص لمده نص ساعه بالظبط. وبعد كده هقولك نعمل فيه ايه. تعالي بقى نسلق البيض اللي احنا هنشتغل فيه. هو المفروض 6 بيضات يا جماعه لان في الاواخر كده كان ايه محتاجين بيضتين كمان في اخر اللحمه كده. كانت ناقصه بيض ما كانش فيها بيض. فانتوا حطوا 6 بيضات تبقى مظبوطه معاكم قوي. زي ما انتوا شايفين معانا 4 بيضات كده. واهم حاجه لما بتيجي تسلقي البيض تغطي الميه عشان ايه البيض يتسلق معاكي يبقى مظبوط وتحطيه على النار زي ما انت شايفه. ومعانا نص معلقه صغيره من الملح. نحطه على النار ونسيبه يتسلق. طبعا الملح ده بيفرق في ايه يا جماعه عندنا في البيض. ان هو ما بتيجي تقشري البيض بيتقشر معاكي بسهوله. ما بيتعبكيش خالص في التقشير. بعد نص ساعه اهي. بعد نص ساعة زي ما انتوا شايفين طبعا هو كان طري طبعا. زي ما انتوا شايفين هنصفيه بقى من المية اهي. صفينا المية كأنك بتصفي رز. طبعا لسه برضو قبل ما نحطه على اللحمة هنصفيه كويس من اي مية عشان سوري اللحمة. الروري اللحمة ميفكش معانا. زي ما انتوا شايفين طبعا. يلا بينا بقى في الكبة كده. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة بتكون سمينة شوية تكون فيها نسبة من الدهون. ومعايا كده بصلاية وسط كده مبشوره. ممكن لو الكبه عندك قويه وبتفرم البصل خلاص حطي اللي قطعي البصلايه 4/4 حطيها. بس انا عندي الكبه مش قويه قوي فايه بخاف اللي هي ايه البصل يبقى فيه قطع مثلا وتبقى باينه في قلب اللحمه. فانا فضلت ان انا ابشرها. وطبعا البرغل زي ما انتوا شايفين طبعا بعصره من اي ميه فيه. ضروري يا جماعه عشان رول اللحمه ما يفكش معايا. زي ما انتوا شايفين اهو. صفيت كل كميه البرغل وحطيتها كده زي ما انتوا شايفين في قلب الكبه. وبعد كده التوابل. معايا نص معلقه 7 بهارات صغيره ونص معلقه صغيره فلفل اسود. اللحمه مش بتحب التوابل الكتير. ونص معلقه صغيره ملح. ونص معلقه صغيره ملح كمان. وربع. بس كده. ومعانا بقى كيس من البيكنج باودر. ده بيدي هشه جميله جدا يا جماعه وبيخليش اللحمه تكش معاكم. وزي ما انتوا شايفين بجد جباره يعني معلقه كبيره كده من المعلقه بتاعت الاكل من بيكنج باودر لو انت عندك علب وحابه تعبري. زي ما انتوا شايفين نزلت بكل المكونات وعطحانه بقى في قلب الكبه لحد ما المكونات كلها تتجانس كده مع بعضها وتختلط مع بعضها. ميبقاش في اي حاجه طالعه بره يبقى انتوا تحسوها حاجه واحده. اللحمه دي تبقى حاجه واحده. في المرحله دي فانتوا ساعتها بتوقفوا لما بتحسوها بقت مرحله واحده. زي ما انتوا شايفين هنعملهم كده مع بعض لحد كده ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها ما يبقاش في اي حاجه. زي ما انتوا شايفين طالما بصوا زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الكبه خلاص ابتدت اهي تتفاعل وخلاص المكونات كلها اتظبطت مع بعضها وما بقاش في اي حاجه طالعه بره. زي ما انتوا شايفين هنركن بقى المكونات على جنب. وتعالوا بقى ايه طبعا البيض طبعا يعني يا جماعه بعد الغليان ربع ساعه على النار. يعني بعد ما البيض الميه بتغلي بتقوم بعدها بربع ساعة بتطفي على البيض. يعني بيكون عدى ربع ساعة بعد الغليان اطفي على البيض كده البيض يتسلق. يا اما لو شق معاكي. بس انا بديله ربع ساعة عشان ساعات مش بيشق معايا. فالافضل بديله ربع ساعة.
طبعا البيض زي ما انتم شايفين طبعا بيتقشر بسهوله، طبعا بتبرديه تحت ميه ساقعه عشان البيض ما يبقاش سخن ويلسعك في ايديكي، وبتكسري كده القشر كده وتقومي مقشره. طبعا بيتقشر معانا بسهوله عشان حطينا ملح طبعا في ميه السليق، دي مهمه جدا يا جماعه في تقشير البيض. طبعا اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو يا امارات يا حلوين، واكتبوا لي كده تعليق حلو كده يفرح قلبي، وكمان اكتبوا لي ايه الوصفات اللي انتوا حابيني اعملها لكم، بجد هكون مبسوطه جدا لو شاركتوني بتعليقاتكم الحلوه. طبعا بيساعدني اول ما بتكتبوا لي تعليق حلو كده. زي ما انتم شايفين تعالوا بقى ايه معانا كده ورق كراسات. طبعا ما كانش متوفر عندي ورق الزبده، كان خلصان، فقلت عادي يعني نتصرف، وجبت كده ورقتين وحطهم قصاد بعض كده وفوق بعض سنه كده عشان ما يفكوش، وده هحط لهم زيت عشان طبعا ايه اللحمه ما تلزقش معايا في قلب الورق. لو انت متوفر عندك ورق زبده طبعا يبقى اسهل لك بكتير زي ما انت شايفه. وهمسك اللحمه كده هنزلها من قلب الكبه، زي ما انتم شايفين كده هنزلها كلها كل كميه اللحمه. بصوا انا طبعا اكتشفت يعني اللي انا ايه المسافه قصيره، فقلت ازاي هكمل، فروحت جبت ورقتين كمان. الواحد يعني بتحصل يا جماعه بتحصل. برضو هنجيب برضو على الورقتين دول شويه زيت كده عشان نبقى ضامنين كده ان اللحمه بتاعتنا ما تلزقش، رول اللحمه ما يلزقش. طبعا يا جماعه بتحطي شويه زيت كده حلوين على ايدك كده بحيث كده ايه اللحمه ما تلزقش في ايدك وانت بتفرديها، تعرفي تفرديها بسهوله ما تبقاش ملزقه، تعرفي كده تظبطيها لان ايدك هي العامل الاساسي في فرد اللحمه وتظبيطها. زي ما انت شايفه هنظبطها كده تظبيطه حلوه كده. طبعا كل ما الورقه كده بتنزل انا ايه بدخلها تحت اللحمه تاني عشان ما اجي الف ايه ما يحصلش خلل معايا. طبعا لو عندك ورق زبده يا سلام الموضوع يبقى سهل معاكي جدا، بس مفيش مشكله كانت زي الفل والله وزي العسل. زي ما انتوا شايفين طبعا اهي ظبطتها بايدي كده، هي كده سمكها كويس قوي اللحمه قيمه سنتي كده سمكها. زي ما انتوا شايفين طبعا هنجيب البيض كده ونرصه قصاد بعض، وطبعا زي ما انتوا شايفين طبعا بصوا هو في نقص بيضتين، فانتوا المفروض تحطوا 6 بيضات بس. يلا انا ناسيه بقالي كتير قوي ما عملتهاش يا جماعه ونسيت ان بيتحط لها 6 بيضات. انا بعملها كل فتره كبيره للعيال لانهم بيحبوها قوي. زي ما انتوا شايفين طبعا اعملوها لولادكم بجد هيتجننوا عليها، هيفكروكم جايبينها من المطعم. اعمليها وما تقولهمش ان انت عملتيها في البيت، شوفي واساليهم قولي لهم قول لهم ايه رايكم في دي، شوفيهم هيقولوا لك ايه. طبعا زي ما انت شايفه بنلف وبنطلع الورق من تحت، كل ما بنلف بنطلعه عشان مش عايزين الورق يبقى داخل جواها عشان ايه ما يبقاش داخل جواها لما تستوي. وبعد كده خلاص هنقفلها كويس بقى من الجوانب كده، وهنجيب ورق ألمونيا. طبعا ممكن احطها في ورق الالومنيا على طول الفها، بس ايه الورق الالومنيا يا جماعه بينزل الالومنيا بتاعه لما بيخش في الحراره وكده، ان مرضى الكلاوي غلط عليهم. وحتى لو والله لو مش مرضى يا جماعه والله النصيحه يعني حافظوا على صحتكم، يعني بلاش تعرضوا الالومنيا على طول على الاكل، يعني خلوا الاكل يكون فوقيه الاول ورق زبده وبعد كده ورق الومنيا ضمانا لصحتكم يا جماعه والله، لان بجد اهم حاجه صحتكم دي بالدنيا وما فيها والله. زي ما انتوا شايفين طبعا لفيته كده لحد ما قفلته كويس. طبعا طول ما انا بقفل بدوس كده عشان ايه لما تيجي تستوي تبقى مستويه ايه مظبوطه كده. طبعا قطعت كده ورق الالومنيا كده بسكينه او بمقص زي ما انتوا شايفين. طول ما انا ايه ماسكه كده بدوس كده عليه بحس لما يستوي. طبعا لقيت الصينيه دي صغيره، هجيب صينيه اكبر شويه، عندي الصينيه اللي هي المستطيله ديت الصاج احط فيها. وطبعا ايه لقيت في الحروف طالعه شويه دخلتها كده. طبعا بمسكها كده بايدي بظبطها برضو عشان لما تستوي تبقى ايه كده شكلها حلو ما تستوي. طبعا عندي الفرن شغال على درجه حراره متوسطه على الرف التاني في الفرن، بتسيبيها كده هي قعدت معايا بالظبط يا جماعه 50 دقيقه كانت مستويه، يعني 50 دقيقه وطلعيها من الفرن درجه حراره متوسطه على الرف التاني. طبعا يا جماعه يكون الفرن شغال قبلها ب10 دقايق ضروري عشان الفرن اول ما تدخليها تخش في السوا على طول. طبعا بعد ما استوت بألف هنا وشفا، هي مش محتاجين ميه ولا محتاجين اي حاجه، هي بتستوي منها فيها من غير اي حاجه، تستوي معاكم وتبقى زي الفل ومستويه جدا. طبعا يا جماعه سخنه مولعه والله انا بصوا ايدي ولعت اقسم بالله. زي ما انتم شايفين طبعا هنحاول نفكها بقى كده من الورق. طبعا ايه لو ورق زبده يبقى اسهل شويه معاكي من الورق اللي هو العادي.
الورق ده بيفك شويه وتحسوه كده ايه بيبوش كده وبيتقطع معاكي وبيتعبك شويه في التخليع، بس مفيش مشكله يعني سلكناه وكان احلى لحمه ممكن ناكلها. ايه ده، لقيت تنتوفه لحمه، طبعا هسيبها حرام يعني، اللحمه زي العسل يا جماعه، بجد جباره. العيال ما كانوش قادرين يمسكوا نفسهم من كتر حلاوتها، بيقولوا يلا يا ما خلصي، بجد مش قادرين نمسك نفسنا. زي ما انتوا شايفين طبعا بجد جباره. طبعا سلكت منها اي ورق ليمونيا سلكته منها. طبعا هي المفروض تقطعها بسكينه مشرشره احسن، يعني السكينه الناعمه غلبتني شويه، اكتشفت بعد كده ان المفروض تقطيعها يبقى بالسكينه المشرشره. قلت مفيش مشكله يعني. او زي ما انتوا شايفين طبعا بصوا شكلها جبار يا جماعه، بجد شكلها يفتح النفس قوي. دي بقى يا سلام بقى لو عزمتوا عليها حد ملوكي دي يا جماعه، جنبها بقى رز بسمتي كده وشويه طحينه، بجد اكله جباره. زي ما انتوا شايفين، بس ان احنا في البيت بنحمر جنبها شويه بطاطس، والله ظلمناها كمان، احنا اكلناها كده محتاجناش البطاطس اصلا، ظلمناها معانا. ومعانا كده ايه، زي ما انتوا شايفين بجد شكلها يفتح النفس بطريقه انا مش قادره اقول لكم، بجد طعمها خيال. لازم فعلا تجربوها. طبعا فعلوا كده زر الجرس واشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو يا اماراتي حلوين، واعملوا لايك كده حلو من ايديكم. زي ما انتوا شايفين حمرت جنبها شويه بطاطس محمره وشويه طحينه بقى كده قمر، بجد كلوا بقى احلى اكله ممكن تاكلوها. زي ما انتوا شايفين بجد شكلها يعني خيال، ايه الجمال ده يا جماعه، بجد جباره. بصوا هشه جدا وجوسي، هشه وجوسي، انا مش قادره، لازم تجربوها، انتوا لازم تجربوها مهما اوصف لكم.